واحدة من أهم الترندز في 2025 هي الأومني تشانلز، ودي معناها إن يكون في سلاسة في انتقال المعلومات الخاصة بالكاستمر خلال كل القنوات الخاصة بالبيزنس، وكمان الكاستمر يلاقي نفس مستوى التعامل والمعلومات على جميع القنوات. كمان إن يكون الكاستمر سبورت ايجنت عنده القدرة إنه يأكسس جميع معلومات العميل الموجودة على كل التشانلز. طب يعني إيه تشانلز؟ هي كل طريقة ممكن العميل يتواصل بيها مع البراند، زي الويب سايت والسوشيال ميديا بلاتفورمز والواتساب واللايف شاتس والفون كولز والموبايل ابلكيشنز وحتى الفيس تو فيس انتراكشنز. طب يعني ايه مالتي تشانلز؟ هو اتاحه عدد كبير من القنوات اللي ممكن العميل يتواصل بيها مع البيزنس او يشتري البرودكت من خلالها. كل ما وفرت عدد قنوات اكتر كل ما وصلت لاكبر عدد من العملاء. في عملاء بتفضل استخدام تشانلز عن تشانلز تانية. في عميل هيجرب يتعامل معاك من خلال تشانل وهيبقى عايز يغيرها، زي مثلا عميل يبقى عايز يعمل اوردر عن طريق السوشيال ميديا وبعدين يغير رايه ويدخل على الويب سايت، فبالتالي العميل يكون عنده سهوله التغيير بين التشانل والتانية. ولحد النهارده لسه في بيزنسز كتير مش قادره تطبق ده بشكل جيد، بيكون في قنوات للبيزنس معزوله تماما عن قنوات تانية. يعني مثلا لو العميل بتاعك كان اتكلم من خلال الفيسبوك وقرر يكلم الكول سنتر، غالبا الكول سنتر مش هيبقى عنده فكره ان اوريدي العميل اتكلم قبل كده مع البراند، وغالبا هيطلب من العميل انه يعيد طلبه. لو حد عنده اي اقتراحات ازاي البيزنس ممكن يحل المشكله دي ممكن يكتب لنا في الكومنتس. انا دينا حسن and this is the Vertex Egypt.